شكرا لك ماجد. بالتأكيد الاحتفالية النصراوية اليوم مو مقتصرة بس على اللاعبين، أيضا هناك رجال وقفوا دعموا أحد هذه الشخصيات اللي طلعها لنا النصر اليوم. الأستاذ عبد الله العمراني نرحب فيك، نقول لك مبروك ما قدمتموه من مادة ودعم أثمر عن دوري وكأس. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله ونشكره أن الله يعني حقق النصر الأهم اللي هو البطولة الدوري اللي غابت عنه فترات طويلة، اللي الحقيقة الجمهور اللي حاضر اليوم يعني أثبت بما لا يدع مجال الشك أن الجمهور النصراوي عاشق للنصر. حضور اليوم مؤازرة الفريق وحضور التتويج بطولة مهمة في تاريخ النصر، يعني صراحة يعجز الإنسان عن التعبير وش يعني الشعور اللي قاعد كنا لهذا الجمهور الكبير صراحة. الحمد لله نبارك الأمير فيصل بن تركي والإدارة واللاعبين اللي ما قصروا طوال هذا الموسم. كيف كان التعامل مع الأمير فيصل؟ والله أخ، يعني أخ وصديق، يعني أكثر من كذا ما أقدر أقول شيء. يعني الأمير فيصل صراحة التعامل معه جدا مريح، أمير بما معنى يعني أمير فعلا يعني أخ وصديق وما أقدر أقول أكثر من كذا. يعني ألف مبروك. الله يبارك فيك. توقفون مع الفريق في الموسم الجاي؟ أكيد، احنا يعني بعد البطولة الثالثة اللي هو ترشيح الأمير فيصل بن تركي ل4 سنوات قادمة بإذن الله، بإذن الله سوف نقف مع الأمير فيصل، وبإذن الله الفريق هذا راح يكون يعني طاعم بنجوم كبار إن شاء الله، ويكون فريق أفضل في السنوات القادمة بإذن الله تعالى. الله يبارك فيك. شكرا لعبد الله العمراني.